انتوا متخيلين حجم البجاحة والبكاسة اللي تخليه عندهم عين ان بعد كل التحريض ضد مصر وقيادتها وشعبها وجيشها يرجعوا تاني لمصر يطلبوا الوساطة؟ في كلام ابتدى ينتشر الكام ساعة اللي فاتت ان في وفد من سماح جاي على القاهرة او وصل القاهرة بالفعل علشان يبتدوا جولة جديدة من المفاوضات بوساطة القاهرة. كل الاخبار بتتكلم ان قائد الوفد ده هو خليل الحية. خليل الحية اللي كان بيطالب المصريين من كام يوم ان هم يزحفوا للمعبر. والله هي دي فرصة يا استاذ حية ان حضرتك تشرفنا، تفرجنا وانت قدوة في الزحف لحد المعبر. ونتمنى يكون معاك في الوفد اللي جاي معاك الاستاذ اسامة حمدان. اسامة حمدان اللي كان له تصريح برضو من كام يوم بيقول دخلوا الشاحنات من المعبر بالغصب ان شاء الله تتضرب، وكأن ارواح السواقين المصريين رخيصة. فمن موقعي هذا كمواطنة مصرية اتطلب مني مرة ان اسحف، واتطلب مني مرة ان احنا نبعت سواقين الشاحنات بتوعنا عشان يتم قصفهم ويموتوا. يا ريت حضراتكم استاذ حية استاذ اسامة تاخدوا بعضكم وتركبوا الشاحنات وتتقدموا الزحف لحد المعبر وتبقوا قدوة. قدوة. والله اتقصفتوا نلتوا الشهادة. انتوا مش طالبين الشهادة يا جماعة؟ ما اتقصفتوش يبقى ربنا رايد لكم تعيشوا وانكم تضموا على اخواتكم اللي في غزة. ولا هي كانت مجرد تصريحات لاستفزاز الداخل المصري؟ يعني يا الزحف يعملوا المصريين والسواقين المصريين هم اللي يقصفوا يا بلاش. نتمنى بقى نشوف حضراتكم بتنفذوا التصريحات بتاعتكم على نفسكم الاول. يا اخي ده حتى اللي في غزة دول اهلكم وانتوا اولى ناس بيهم. اما القياديين ايه بقى وكلام ايه؟ وهي فرصة انتوا في القاهرة منورين.